لو كنتِ دايمًا مستبعدة إن أنتِ تدمّسي الفول في البيت، فأنا باقول لِك السنة دي الغلا خلّانا ما لناش اختيار، لازم ندمّس الفول في البيت. لو كنتِ كمان مش حابة تدمّسيه أو خايفة تدمّسيه علشان ما عندكيش فوّالة، النهارده هاقول لِك إزاي تدمّسي أحلى فول وتطلّعيه زي الكهرمان، ما فيهوش بقى مش مأكسد ولا مِسمِر ولا أي حاجة، وكمان هتعمليه في الحلة. هنحوّل الحلة النهارده لدمّاسة، وندمّس أحلى فول في البيت، ونوفّر كمان لولادنا. عارفين الفول غالي قد إيه اليومين دُولة؟ بنجيب كيس صغنن كده ب10 جنيه ما بيكفّيش 3 أو 4 أفراد. كل اللي أنا محتاجاه النهارده هو المكونات اللي أنتِ شايفاها قدّامِك دي. ده كده فول مدشوش اللي هو بتاع البصارة. كل اللي أنا محتاجاه يعني قد حفنة إيد كده مرّتين، يعني حاجة مش كتير أوي، وزيّهم برضه أو نفس المقدار من العدس الأصفر، ونُص ليمونة. والفول بتاعي ده فول تدميس، فولة بلدي، فولة بيضا زي ما أنتم شايفينها كده، بلاش الفول الأسمر. بُصّي بقى حابة لو أنتِ حابة تستخدمي الحاجتين دُولة، فأنا عايزة أقول لِك بيدّوا قوام هايل جدًا للفول، بيدّوا له شخصية كده. لو حابة تستغني عنهم، فأنا ممكن برضه أقول لِك إن أنتِ تقدري تستغني عنهم بكل سهولة، بس يعني هم مش كتير أوي أو كميتهم مش كتيرة. أنتِ ممكن تجيبي ربع كيلو عدس وربع كيلو فول مدشوش وتركنيهم معاكِ لتدميس شهر رمضان كله. أنا عندي هنا كمية الفول بتاعي نُص كيلو. عملت فيه إيه، يا دوبك غسلته من قبل بيوم، يوم يعني بالليل. أنا كده تاني يوم الصبح الساعة 14:00 الضهر، فكنت من امبارح بالليل غاسلاه كويس جدًا، وكمان نقعته لحد تاني يوم الساعة 14:00 بعد الضهر. كل اللي أنا عملته بقى فيه إن أنا غسلته ونقعته، بعد كده ضِفت له نُص ليمونة ومعلقتين من الخل. دوّة بيمنعه الأكسدة بتاعته، يعني ما بيأكسدش الفول معايا، ما بيأكسدش، وبيمنع سماره. بيخلّيه كده لونه فاتح وجميل من بدون أي ألوان طعام ولا أي حاجة. وغسلت بقى الفول المدشوش وكمان العدس الأصفر، وبعد كده ضفتهم للفولة بتاعتي. زي ما شُفتوا في الأول الفولة كانت ما شاء الله عليها كبرت إزاي، ده عشان كانت منقوعة حوالي 12 ساعة. وهنا ضِفت كمان للفول مَيّة مغلية. طَب عايزة أضيف مَيّة عادية، تقدري برضه تضيفي مَيّة عادية، بس عايزة أقول لِك خليكِ في المضمون وضيفي مَيّة تكون مغلية، يعني علّقي كده على مَيّة تغلي الأول قبل ما تغسلي العدس بتاعِك من مَيّة النقيع. ابتدي كده علّقي على مَيّة تغلي علشان تكوني في المضمون، علشان الفول بتاعِك يقوم قوام مجرد ما تحطيه على النار يقوم، فده مش هيخلّيه أكسد، مش هيخلّيه يسمر معايا. علشان نكون متفقين، الفولة بتاعتي لو دخلها هوا أو وصل لها مَيّة باردة بتسود. فأنا هامنع عنها الحاجتين دول، إن أنا هاكتمها كده زي ما أنتِ شايفة بورق الفويل. ده كده بيخلّي معايا الحلة ولا أجدع دمّاسة. يعني كده هتستغني عن الدمّاسة بكل سهولة. بُصّي بقى كده إحنا كمرناه وكتمناه، أولًا هيستوي معايا بسرعة جدًا، ثانيًا هيبقى زي الزبدة، ثالثًا هيبقى لونه كهرمان لإنه مش داخله أي هوا. كتمته كويس جدًا ولا دخل له أي هوا ولا حاجة. وحتى كمان المَيّة زوّدت عليه المَيّة في الأول عشان ما احتاجش مَيّة في نُص السِوَى. طب لو أنا بقى حبيت أو لو أنا احتجت مَيّة في نُص السِوَى هاعمل إيه؟ هازوّد له مَيّة مغلية زي ما أنتِ شايفة كده، أفتح فتحة صغننة خالص وبازوّد المَيّة تكون مغلية، باكرر تاني تكون مغلية، وبحاجة تكون بوزها رفيّع. يعني حبذا بقى لو كان براد كده تغلي فيه مَيّة وتزوّدي كده المَيّة وتقفلي قوام، قوام، وترجعي تكتمي الفول بتاعِك. ده الكلام ده بقى لو إيه، لو احتجتِ إن أنتِ تزوّدي له مَيّة، وبس كده وتكتمي الفول وتحطي عليه غطا الحلة وبقى معاكِ أجدع دمّاسة. هتشوفي دلوقتي أحلى فول في الدنيا. عايزة أقول لِك بقى إن طالما نقعتِ الفول بتاعِك بياخد له بالكتير أوي 3 ساعات، بس أنا بقى بازوّد ساعة كمان من عندي عشان باحب الفولة كده تكون مش مستحملة. خلاص أنا كده عدّى معايا حوالي 4 ساعات على سِوَى الفول بتاعي، واتأكدت كده إن هو إيه، يعني خلاص قرّب على سِوَى. أنا ما فتحتلوش عايزة أقول لكم ولا حطيت له مَيّة، لإني كنت مزوّدة المَيّة من الأول، فما احتاجش معايا أي مَيّة خالص. كل اللي أنا احتاجته بقى دلوقتي معلقتين من الدقيق أو 3 معالق، وضفتهم كده في نُص كوباية مَيّة، وابتديت أقلّبهم كويس جدًا لحد ما الدقيق فَك تكتلاته، وأروح بقى على الفول دلوقتي، ودي أول فتحة على الفول من ساعة ما حطيته معاكم. بُصّوا بقى الهوا ده كده، ده دليل بقى على إنه كان مكتوم، معبّي الهوا جوّه وما دخلّوش أي هوا، وعشان كده بُصّوا لونه كهرمان. بُصّوا ما شاء الله، ما شاء الله، اللهم بارك. الفول بتاعي تحفة، استوى سِوَى كامل. بُصّوا الفولة ما شاء الله مش مستحملة، ده بقى اللي أنا بصراحة بابقى عايزاه. هو بياخد معايا 3 ساعات، أنا بادّي له ساعة زيادة، يعني 4 ساعات. بُصّوا الفولة مش مستحملة إزاي، بتتفرك معايا بكل سهولة. هو كده خلاص استوى ومش محتاج أي حاجة. فتحت عليه وأنا متطمنة بقى بكده بقلب جامد، فتحت ورقة الفويل وابتدي بقى أضيف له المَيّة بالدقيق علشان يدّي له كده قوام ويتقِّل قوامه معايا، يدّي له شخصية يعني. عايزة تضيفيها برضه ضيفيها، مش عايزة تضيفيها براحتك لو مش حابة. مش هتزوّد حاجة، بس أنا بصراحة باحب مَيّة الفول، فعشان كده بازوّدها بازوّد معلقة الدقيق دي بتخلّي معايا شخصية كده لمَيّة الفول.
وخلاص كده بقى سِبته حوالي أقل من 3 دقايق غِلي، وبعد كده بقى عشان طبعًا حطيت فيه الدقيق عايزة الدقيق يستوي، وبعد كده فتحت عليه وزي ما أنتِ شايفة الله أكبر اللهم بارك، الفولة بتاعتي مش مستحملة، أنا مش عارفة أمسكها من كتر سخونيتها، بس هاجيب بقى كده معلقة صغيرة بُصّي الفولة عاملة إزاي، اللهم بارك تحفة. عايزة أقول لكم بقى طبق فول عالمي، عالمي، بُصّوا لونه بقى حلو إزاي ولا حطينا ألوان طعام ولا أي حاجة، وهو استكفينا حبة العدس اللي كانوا فيه بيدّوا له قوام وفي نفس الوقت بيصفّروا لونه كده ومخلّينه لونه جميل كده وكهرماني وجميل، وطبعًا إحنا كنا حاطين كل حاجة تخلّي الفولة بتاعتي يعني كنا عاملين حساب أي حاجة تخلّي الفولة بتاعتي تسمَر. وهنا بقى أنا كنت باغرف في طبق stainless لإني ما باقتنعش بقى بتحويجة الفول غير في الطبق الstainless الجميل ده. بُصّوا بقى مَيّة الفول بتاعتي، هنا أنتِ شايفة إن هي خفيفة شوية، بس هي لمّا بتقعد كمان يعني ما فيش 3، 4 دقايق بتلاقي الفول بتاعِك تقِل كده وبقى ليه قوام وشخصية. يالّا بقى نحوّج أحلى طبق فول، أنا باحب الفول بصراحة بالطماطم، ويا سلام بقى كمان لو حبّة سلطة، بنحب الفول جدًا، جدًا بالسلطة. حطيت حبّة طماطم كده متقطعين صغنّن، حبّة ملح، حبّة كمون، وحبة زيت، وكمان الليمونة بتاعتي الجميلة ونعصرها كده بالشكل اللي أنتم شايفينه دوّة، وكمان بقى حبة كده طحينة من الكيس كده دايركت على طول، اللهم بارك، بجد، بجد هتاكلي أحلى طبق فول من الحلة، مش محتاجة أي دماسة ولا أي حاجة، طبق الفول بيتكلم عن نفسه، بُصّوا بقى كده أورّيكم دلوقتي هو تقل إزاي. بُصّي بقى مَيّة الفول وطبق الفول بتاعِك العسل، عسل، هتاكلي أحلى طبق فول في السحور بجد، بجد هتدعي لي عليه، من غير أي ألوان، من غير أي حاجة، ولو حابة تستغني كمان عن العدس والفول المدشوش استغني عنهم، مش هيفرقوا في حاجة، بس هُم كده، كده بيزوّدوا لي الكمية، فأنا باحب أحطهم، بيدّوا شخصية للفول وبيزوّدوا لي الكمية، ما أحطهمش ليه؟ معايا أحلى طبق فول، تاكليه بألف هنا وشفا، بجد، بجد جرّبيه مش هتندمي. من غير فوّالة ومن غير أي حاجة وفي الحلة وفي البيت طبق فول عالمي.